وثيقة حقوق الإنسان، صعد رسول الله على المنبر أعلنها، ثم بالأخير صاح: أيها الناس، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال: اللهم اشهد، وأنت يا جبرائيل فاشهد. ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى. قال: اللهم فاشهد، وأنت يا جبرائيل فاشهد 3 مرات. ثم أخذ بيدي علي رفعه حتى بان بياض إبطيهما للناس، قال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعاد من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، والعن من نصب له العداوة والبغضاء. طيب، يجيك المؤرخ يقول يعني النبي إنما قال من كنت مولاه، يعني من كنت أنا ناصره فعلي ناصره، يعني جامع الناس كلها يريد يقول لهم إذا أنا ناصركم علي بن أبي طالب أيضا ناصركم. اشتهوى الحقد. ليش؟ ويا الرجل هذا كل ذرة من جسمه في خدمة الإسلام، كل لحظة من لحظات حياته في خدمة الإسلام. ليش هالموقف السلبي منا هذا؟ وأكد لك وحياتك والله ما يضير هذا الرجل، لكن يضيرنا احنا. يعني أرجوك لو أريد أنحرف أنا عن علي بن أبي طالب في يصير يعني ينقص؟ لا والله ما ينقص، لا وحياتك، لأن هذا الرجل الله عز وجل أحبه وأغدق عليه حبه. صدقني أنه هو هم ما يريد إلا وجه الله، هو هم في حياته كلها ما كان ينشد إلا وما يعنيه شيء أبدا. شنو اللي يريده من هالدنيا كلها؟ شنو كان ثوب مملوء مزق ورقع. أما والله لقد رفعت مدرعتي حتى استحييت من رافعي، وحتى قال لي قائل: ألا تنبذها عني؟ فقلت: اعجب عني، فعند الصباح يحمد القوم السرى. هذا ثوب ورغيفها، ذاك اللي يتناول يأكله شوية تمر يشتري من السوق ويمسح بيده على بطنه. أفلح من كانت له قوصرة يأكل منها كل يوم مرة. هذا طعام. وبيت كذلك الكوخ الذي إذا قام ضرب سقفه برأسه. شو أخذ من لكن انتزع من الحياة، انتزع من الحياة الألق الذي لا يخفو. سيبقى علي ألقا بالعيون وفكرة بالرؤوس، نعم، وموقفا عند الأحرار. فإذا في واقع ما يعني وحياتك ما يعني أن يعادي أحد أو يغمض حق، أبدا أبدا. هو كل ما يريد يريد وجه الله، طالما عفر وجهه بالتراب طلبا لوجه الله مو أكثر. ذلك الوجه الكريم طالما عفره بالتراب. يقول سويد بن غفلة: أنا وجماعة نايمين عند علي بن أبي طالب ونوفل بكالي، يقول: والله لقد رأيته نصف الليل شبيه الطائر عقله يتلمس الحيطان يرفع بصره إلى السماء يقول: ليت شعري أفي غفلاتي أمعرض أنت عني أم ناظر إلي؟ ما لي كلما طال عمري كثرت خطاياي، أما آن لي أن أستحي من ربي؟